السلام عليكم. طبعًا كُلّنا شُفنا اللي حاصل بسبب الإيجار القديم، وفي ناس كتير متضرّرة وفي ناس كتير فرحانة طبعًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ودي ناس شايفة إن هي مظلومة، وفي ناس شايفة إن هي اترفع الظلم عنها، وكل واحد شايف مصلحته هو وبس، حتى لو مصلحته دي هيدوس بيها على ناس تانية ما لهاش أي ذنب خالص غير إن هي لقت الوضع القائم قدّامها. يعني أنا مثلًا لو واحدة أو واحد أو أنت أو أنتِ أيًا حد يعني، أنا اتولدت لقيت إن أنا عندي عمارة ومبروك عليك ورثت عمارة، ولكن العمارة دي في آخر الشهر بتجيب لي 100 جنيه. تخيّل الموقف والمنظر. لو أنت يا مستأجر عندك الوضع ده لن تتقبّله أبدًا، وهتفرح نفس الفرحة اللي الناس حاسة بيها دلوقتي، وأنت شايف إن ده منتهى الظلم وإن ده بيتك وده حياتك و، لكن أنت نسيت إن أنت في الآخر مستأجر وليست مالك. الكلام ده ناس كتير مش متقبّلاه. لإن مصر لمّا هتحسب الناس اللي قاعدة فيها مستأجرين وتحسب الملاك، هتلاقي الملاك هم اللي مستأجرين أكتر. يعني أنا واحدة مثلًا هاكون ساكنة مثلًا في شقة وليكن ب5000 جنيه في الوقت الحالي، و وأنا ليّا ورث أصلًا شقة مش عارفة أستمتع بيها، وباخد منها في آخر الشهر 50 جنيه. تخيل المهزلة! يعني أنا آخُد ال50 جنيه أحُط عليهم 4950 جنيه عشان أقعد في شقة مثلًا أصغر من شقتي اللي مثلًا والدي سايبها لي أو جدي سايبها لوالدي أو حاجات كده يعني. فده اللي الناس مش قادرة تفهمه ولا قادرة تتقبّله من المستأجرين لحد دلوقتي، وإن كان في ظُلم سنين، 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 سنين واقع على المالك بسبب عقد الإيجار القديم، وإن هُم الناس المستأجرين عايزة أقول لكم إن هُم توارثوا الشقة أكتر من الملاك نفسهم. يعني أنا ممكن ما أقدرش أورث في الشقة زي ما أنت وارث، يعني أنت قاعد في حاجة بتاعتي ومستنفع بيها ومستمتع بيها وبتدفع ملاليم، في حين إن هي مثلًا تكون بتاعتي أنا مثلًا أو بتاعة أخويا أو بتاعة أبويا أو أيًا كان يعني، مش مستمتع بيها صاحب الملك ومش مستنفع بيها، والمستأجر هو اللي قاعد فيها ومستمتع بيها ولامم عياله، وحاجات كتيرة حاصلة كده أنا مش فاهمة يعني. الحمد لله إن بقى في هات وخُد حتى، إن الأجرة تزيد مثلًا توازي الوقت اللي إحنا عايشين فيه. بناءً على كده طبعًا الناس اللي مستأجرة مش عاجبها الوضع، وبيقولوا العقد شريعة المتعاقدين. طيب ما هو في الأول العقد شريعة المتعاقدين بناءً عن قانون كان محطوط أساسًا من قبل الثورة، من قبل الثورة، من قبل جمال عبد الناصر ما يمسك الحكم أصلًا. الموضوع ده كان من سنة 41، 1941. هل في حد من اللي موجود من سنة 1941 موجود دلوقتي عايش؟ في حد من سنة 41، 1941 لحد دلوقتي عايش؟ طب في حد من أيام من أيام الراحل جمال عبد الناصر من سنة ما مسك الحكم 1952 لحد دلوقتي عايش؟ من ساعة ما هو خلّى الأجرة ما تزيدش والأجرة ثابتة، من لمّا مسك جمال عبد الناصر، من لمّا وزّع الأرض على الفلاحين وخد من الناس الأراضي الكتيرة وزّعها على الفلاحين، والإصلاح الزراعي والحاجات دي كلّها، كل دي الحاجات دي من القانون القديم، وأنتم ماشيين على القانون القديم. كل حاجة عاوزينها تتطوّر حواليكم، وكل حاجة عاوزينها تتغيّر حواليكم، وكل حاجة اختلفت، وكل الأوضاع اتغيّرت إلا القانون القديم، وجايين دلوقتي تقولوا ده بالقانون والعقد شريعة المتعاقدين، وإحنا دفعنا خِلِو في وقت كنت أقدر أشتري بالخِلِو ده عمارة، تبقى حمار. لو معاك إن أنت وقتها تدفع تَمَن خِلِو شقة في الوقت ده تقدر تشتري بيه عمارة حتى لو في منطقة شعبية، تبقى حمار.
فطبيعي إن الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي غير الوقت زمان، واللي كتبوا القوانين زمان واللي القانون ماشي عليها لوقتنا هذا، القانون ده طبعًا اتغيّر من بعد سنة 95. بعد سنة 95 يعني ابتداءً من سنة 96 اتلغى أصلًا القانون القديم، لكن اللي ساكن في العين ساكن زي ما هو. لكن كان لازم هيحصل بركان وهيحصل انفجار للناس في الوقت ده علشان كل واحد يسترد حقه، خصوصًا إن أنت مستأجر وليست مالك، لكن أنتم بتتعاملوا على إن العين المؤجرة ورث ليكم، رغم إن أنا مش محامية، ولكن أنا من الناس اللي شُفت الوضع بعينيّا. بس طبعًا أنا هاحكي لكم الوضع ليه أنا اتكلمت فيه، رغم إن هو الناس كلّها اتكلّمت فيه وناس أفضل وأعظم منّي بكتير تقدر تتكلّم في الحالة دي، بس أنا كان ليّا صديقة وهاحكي لكم الواقعة كاملة قبل ما أخُش في موضوع الفنانة شمس البارودي واللي حاصل النهارده على المواقع. أنا كان ليّا واحدة جارة وكنت باحبها جدًا، وهي كانت ساكنة شقة إيجار قديم، كانت الشقة دي شقة حماتها، كانت بتدفع 5 جنيه في الشهر، والله العظيم زي ما باقول لكم كده. المهم إن البيت اللي هي كان فيه كان فعلًا بيت مُهلَك جدًا، مُهلَك لدرجة إن هُم دلوقتي سايبين البيت بيُقع منه حتت من السقف وساكنين برّه بيدفعوا ألوفات مؤلّفة عشان ما يسيبوش الشقة القانوني القديم اللي بيدفعوا فيها 5 جنيه. المهم إن جِه مقاول علشان يهِد البيت ده كُلّه، وكان بياخده طبعًا من أصحاب البيت، وبعد كده تقريبًا بيدّي لأصحاب البيت نُص الشُقق وهو بياخد نُص الشُقق، فهي كانت ساكنة في الدور الأرضي. الدور الأرضي ده الدور الأرضي ده كان نُصّه محلات ونُصّه الشقة اللي هي قاعدة فيها، فكان شرطها علشان المقاول هي اللي بتتشرّط مش حد تاني، كان شرطها علشان تاخد المقاول ياخد منهم البيت، إن هي تهِد العمارة وتاخد دور كامل بناء مبني شقتين، يعني تاخد مثلًا التاني أو التالت والمقاول يقسمه لها على شقتين، شقة ليها وشقة لابنها في الدور التاني، وشرط الشقق دي هتبقى تمليك مش إيجار. طب إزاي يا ست الكل أنتِ أصلًا متأجرة إيجار قديم، وكمان المقاول كان هياخد لها شقة برّه على حسابه لمدة سنة، شقة قانون قديم عقبال ما يخلّص لها الشقة، وكان هيدّيها شقة بدل الشقة. وهتبقى تمليك. هي رفضت وقالت أنا هاخد الدور كامل شقتين، شقة ليّا وشقة لابني، وهادفع فرق الفلوس 10,000 جنيه. ومن ضمن الشروط اللي كانت حاطاها إن هي عايزة الشقق يكون فيها عدادات كهربا ومَيّة وغاز، ما تبقاش ممارسة أبدًا، يعني حتى ما تدخّلش العدادات على حسابها الخاص. إزاي يا ستي؟ هي عارفة طبعًا إن هي في الدور الأرضي وإن البيت مستحيل هيتهد من غير موافقتها. ولحد النهارده الكلام ده كان من حوالي 10 سنين، 10 سنين الست صاحبة البيت اتوفت، وولاد الست نفسهم بقوا في محافظة تانية، والبيت عمّال يُقع حتّة، حتّة، والله زي ما باقول لكم كده، ما فيش في البيت ولا ساكن، ولا طبعًا الأسعار زي الأسعار وقتها، ولا الحال زي الحال وقته، ولا عاد في بُنا أصلًا، ما عادش في مباني خلاص، ما حدّش عارف يبني، ما حدّش عارف يعلّي، حتى لو هتعلّي بقى ليك حد أقصى للبُنا أو إنك ترفع أدوار، فده ما فيش مقاول هيرضى بكده دلوقتي ولا هيعمل كده، ولا عاد في تصريحات بُنا. فأصبح إن بسبب الست دي يوميًا كانت الست صاحبة البيت الله يرحمها، كانت بتدعي عليها ليل ونهار، خصوصًا إن هي مش شقتها، دي شقة كانت حماتها متجوّزة فيها إيجار قديم وكانت بتدفع 5 جنيه. تخيّلوا إن حماتها اتجوّزت في الشقة وابنها وجوّزت ابنها اللي هو جوز الست دي معاها في الشقة، وهي دلوقتي بنتها اتجوّزت وما زالت متمسكة بالشقة. هو ده القانون اللي أنتم عاوزين تمشوا بيه وتقابلوا ربنا وتقفوا قدّامه بيه؟ الحقيقة أنا ما أعرفش ليه الناس زعلانة، إن مجرد الناس بس ما عايزة تشم نفسها زيكم وتواكب الوقت حتى الأجرة تبقى متزنة مع سوق المال ومع الوضع الاقتصادي اللي إحنا فيه، فحسيتوا إن أنتم في ظلم، واللي كان حاصل في المالك من المستأجر ما كانش ظلم، فطالعين بقولة العقد شريعة المتعاقدين. هو ده مكتوب في العقد؟
والّا لأ؟ أنا دلوقتي مأجّر لك عين أنت تستمتع بيها أنت وأسرتك، تسكن فيها، مش تدّيها لابنك بعد وفاتك، وابنك يدّيها لابنه بعد وفاته، ولو ما عندكش ابن في حد ييجي يكبس على نَفَسك سَنة أو 2 قبل وفاتك لمّا تحس إن خلاص، عشان بالقانون ياخد الشقة على أساس إن أنت مُقيم فيها. مش ده اللي أنتم كنتم بتعملوه بالقانون؟ ولمّا المالك ي ي ي ي يحاول إن هو يطلب بجزء من حقّه أو على الأقل يعني يتعامل معاك كمالك، أنت نَفْسك بتتعامل معاه على إن فلوسك على الجزمة، تروح ترمي له ال5، 6 قروش بتوعك في المحكمة. النهارده نزل طبعًا منشور عن الفنانة شمس البارودي، وعن كام فنان كده منهم الفنانة نادية رشاد. يعني المهم إنه في حاجات مش كل الناس بتقولها، لكن أنا هاقول لكم اللي كان مكتوب. كانت الفنانة ر نادية رشاد طبعًا، ربنا يديهم الصحة، إحنا ما بنتمناش حاجة وحشة لحد، بس دول ناس من الناس ساكنين إيجار قديم، ودول اللي بيتكلموا. أمّال الغلابة يعملوا إيه؟ اللي ما معاهمش فعلًا يعملوا إيه؟ يعني بتقول أنا صرفت دم قلبي على شقتي وعِشت فيها عمري كُلّه، وما أقدرش أشيل عفشي وأمشي في صحتي المتدهورة دي، يعني هي سِت تعبت فعلًا، ومش هاعرف أعيش الباقي من عمري غير فيها. فبتناشد الجهات المسؤولة بالنظر في الحالات الإنسانية، خاصةً للناس كبار السن والفنانين الذين لا يملكون مأوى بديل. طَب الفنانين اللي ما يملكوش مأوى بديل، اللي فعلًا اشتغلوا وكان عندهم دم قلب يصرفوه، والّا اللي ما عندهمش خالص؟ ما هو الحسنة بتخُص والسيئة بتعُم، زي السيئة ما عمِّت كتير وسنين ومئات السنين على المالك، المستأجر يشوف شوية، ما هي الدنيا هات وخُد، مع احترامي طبعًا. الفنان أحمد نبيل طبعًا بيقول: "يَعِزّ عليَّ أن يصدر قانون يطردني من الشقة التي أسستها بعرقي، ودفعت خِلِوّ رجل، ولمدة 50 سنة أدفع الإيجار، وعِشت بيها أنا وزوجتي وأولادي، ولإني فنان ملتزم لم أمتلك شقة." 50 سنة، ربنا يدّيك العمر والصحة، بس أنت لمّا تفضل قاعد عند ناس 50 سنة ولا تمتلك شقة، كويس إن أنت بتُقِر إنك لا تمتلك شقة في 50 سنة، و وعِشت 50 سنة بتدفع إيجار، من حق صاحب البيت يعيش فيها 50 سنة، ده لو عاشهم أصلًا. يعني الرحمة حلوة، زي ما أنت عاوزين تترحموا، في غيركم كمان من حقه يترحم إن ولاده ما يسكنوش برّه وهو عنده شقة، يترحم إن هو عنده وارث مثلًا ومش عارف يستمتع بورثه عشان طالع كُلّه حق انتفاع، عشان في ناس تانية غيره مش من دمه، ما لهمش أي صلة غير إن هم مستأجرين حاطين عينهم وحياتهم وبيتهم وعمرهم كله صح في الشقة، وذكرياتهم اللي الناس كلها بتتكلم على الذكريات، أنا اتربيت هنا واتولدت هنا وعِشت هنا. من حقكم طبعًا إن أنتم الذكريات هي إحنا بنعيش عليها، لكن المكان لمّا بيتغيّر من مكان لمكان، الوضع بيبقى غير الوضع، الحالة بتبقى غير الحالة، والحالة على الكل. يعني الوضع بيبقى صعب، لكن لازم يكون في توازن. القانون لمّا اتغيّر ما قالش إن هو هيطرد المستأجر، ولا قال إن هو هيخلّي الدنيا سداح مداح زي ما بيقولوا، لكن هو حرّر العلاقة بين المالك والمستأجر بحيث إن يبقى في تفاوض في السعر، نوصل لنقطة مشتركة بيننا إحنا الاتنين، أنا كمستأجر وأنت كمالك، بحيث إن أنا أوازن الأمور. يعني أنا لمّا مثلًا أروح أدفع آخر الشهر 5 جنيه أو 10 جنيه أو 100 جنيه، في حين إن ال100 جنيه دلوقتي ما تجيبش غدوة. فاللي هو أنت قاعد شهر 30 يوم، آكل، شارب، نايم في بيتك، مُعزّز مُكرّم، وآخر الشهر بتطلع تدّيني 5 جنيه، 10 جنيه.
أيًا كانت القيمة الإيجارية طبعًا كل اللي عارف الإيجار القديم، أنتم عارفين طبعًا الأسعار كام، من 30 جنيه ل40 جنيه ل50 جنيه هي دي الأجرة، يعني ما فيش حد حتى 100 جنيه، حتى ال100 جنيه دي مش موجودة، بدليل إن هم رفعوا الحد لحد 250 جنيه لحد ما في لجنة تنزل خلال 3 شهور وممكن تمتد ل6 شهور، إن هم يقرروا كام القيمة الإيجارية على حسب كل منطقة. فمش وِحِش أبدًا إن أنا من هنا ل7 سنين أقدر أشوف حل بديل، وممكن أقدر أتفاوض مع صاحب البيت، ممكن لو أنا حد كويس وحد بيني وبينهم عِشرة طيبة ومحبوب وهُم مش محتاجين الشقة، فأنت أولى بالسُكنة من الغريب، ربنا يدّي لكل واحد العُمر والصحة، ما حدش بيتمنى حاجة وِحشة لينا، وإحنا ما بنتمناش حاجة وِحشة لحد إحنا كبني آدمين، بس إحنا كُلّنا في الهوا سوا، الحياة غالية على الكل، اشمعنى المالك اللي هتبقى رخيصة عليه؟ أنا فرحتي مالك وأنت مأجّر عندي أو أنا مأجّرة عندك وأنت مالك والعلاقة بيني وبينك أساسًا مش أحسن حاجة بسبب الإيجار، اشتري الدار قبل الدار والصديق قبل الطريق، فأنا أعيش مرتاحة في مكان والّا غير. نيجي بقى للفنانة الجميلة المُعتزلة شمس البارودي، طبعًا في ناس نزّلت المنشور ده لكن هي طلعت كذّبت على طول ما استنّتش يعني كان المنشور بيقول: "اتصدمت وأُصبت بدهشة وخضّة وحاولت صديقتي تخرّجني من خضّتي ودهشتي وإحباطي وقهري بعد صدور القانون اللي مش عارفة هيعمل فينا إيه، لو ربنا مَد في عمرنا فوق ال7 سنين هنقعد نتفرّج على الملاك وفرحتهم فينا وفرحتهم بفسخ العقد." يعني اللي كاتب بصراحة ومنشِّن أوي وعارف هو بيقول إيه، وعارف إن هو بيقول يعني بيضرب زوبعة في فنجان زي ما بيقولوا، بدليل إن هي طلعت بنفسها نفت، وكتب في التصريح النهارده في جريدة مصراوي قالت: "نفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صحة ما نشر منسوبًا لها عن استغاثتها عقب توقيع قانون الإيجار القديم." وقالت شمس البارودي في التصريحات المنسوبة لها على صفحتها طبعًا على الفيسبوك، قالت: "أنا عيب وكدب اللي بيحصل ده، والله اللي بيتعمل ده أنا لم أستغيث بحد وكنت باعلّق على صفحتي بكلام كُلّه ضحك وباحكي عن قطتي فضلت الصحافة تتصل بيّا بالأشخاص يعني أشخاص معروفين بالاسم عندها وأنا مش عايزة أرُد، يا جماعة سيبوني في حالي، اللي فيّا مكفّيني، ما فيش أغلى من اللي راحوا عندي، وأنا لا أبكي على دنيا كُلّنا هنسيبها من الأمير للغفير." السِت واضحة وصريحة قالت يعني خلاص، وبعدين كمّلت وقالت: "وكل ما في الدنيا من مال وجاه ومُتع لا تساوي ضُفر ابني أو زوجي اللي راحوا." والصحافة خدت فقرة من صفحتي اتكلّمت فيها وعملت عنوان كدب. هل أنا ممكن أقول إن مصيري مجهول؟ إيه التخاريف دي؟ يا ناس كلنا ميتون وهنتركها عاجلا أو آجلا وربنا يهني الجميع المالك والمستأجر. مش بيقولوا إن ربنا يهني سعيد بسعيدة؟ خلاص هو أمر واقع لا يهز لي شعرة على دنيا كلنا سنفارقها. وما حدش يقول كلام لإن أنا لا أستغيث إلا بالله وأنا قلبي عمره ما هيتوجع على حيطان. كمّلت على تصريحاتها وقالت: "أنا سِبت شقتي بإرادتي وبمزاجي في إسكندرية." طبعًا هي كانت شقة إيجار قديم، وقالت: "وصاحب البيت مشكور يقول لي خلّيكِ وأنا رفضت، فعيب ما تأوّلونيش كلام وعناوين غلط، وما تخرّجوش الكلام عن سياقه بعناوين غلط، 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 والله عيب." وهنفضل نقول كده عيب على حاجات كتير وطبعًا هي الله يصبّرها طبعًا، هي فقدت ابنها وبعد أقل من سنتين فقدت جوزها الفنان الراحل حسن يوسف، وإحنا عارفين إن الفنانة شمس البارودي بعيد عن الأضواء من زمان، وهي معتكفة كده في حالها، وبعيد حتى عن السوشيال ميديا، حتى هي لمّا بتعلّق أو حاجة بيبقى للناس المحيطين والخاصين بيها، فما تجوش أنتم تحطّوا touch من عندكم وتأوّلوا الست كلام ما قالتوش وتاخدوا العاطل في الباطل. برضه في ناس نزّلت عن فنانين كتير اتكلّموا منهم الفنانة طبعًا نبيلة عبيد اللي قالت: "أنا كانت بتتمنى طبعًا إن هي دي شقة والدتها وعايشة فيها من زمان، وكانت بتتمنى إن هي تفضل الشقة موجودة وبعد كده تخلّيها مزار سياحي عشان الناس ييجوا بعد كده يزوروها على أساس يعني إيه، عبد الحليم حافظ عمل كده، فنبيلة عبيد بالنسبة لها مش أقل من عبد الحليم حافظ.
عبد الحليم حافظ لمّا عمل كده اللي اتنازل فعلًا عن الشقة وبإرادته كان صاحب الملك، لإن شقة عبد الحليم حافظ كانت إيجار قديم، واللي عمل كده بإرادته كان صاحب الملك، صاحب البيت نفسه، حُبًا في عبد الحليم حافظ، وإن فعلًا عبد الحليم حافظ كان شاري ال3 شُقق بتوعهم فوق بعض اللي هم في الزمالك، فهي من حُب الناس في عبد الحليم، وإلا كان زمانهم موجودة لحد دلوقتي، وبرضه كانت بتدفع ملاليم، لكن الراجل منّه لنفسه كتب عقد التمليك إن هي تبقى مزار، يعني الناس بتروح بس تشوف شقة عبد الحليم، لحد النهارده في ناس بتروح تشوف بيت عبد الحليم حافظ، فتقريبًا نبيلة عبيد عجبتها الفكرة، غيرهم من الناس اللي بيحاولوا إن هم يعملوا ده في حاجة مش من حقهم، مش ملكهم، أنتم هتتحاسبوا على حاجة زي كده. الناس اللي بتقول إن إحنا دافعين خِلِو في وقت الأسعار فيه كانت، الخِلِو ده اتخصم من القيمة الإيجارية اللي أنتم بتقسموها بتدفعوها كل شهر، كنتم تقريبًا بتدفعوا التِلت والتلتين، النُص والنُص، الرُبع والتلات أرباع حسب اتفاقكم، المهم إن الخِلِو ده أنتم برضه قعدتوا بيه، ما قعدتوش ببلاش، واللي أنتم وضّبتوه لنفسكم وأنتم قاعدين فيه، فأكيد يعني اللي وضّب من 20 سَنة غير اللي وضّب دلوقتي، وأيًا كان أنت كنت كده بتنضّف المكان اللي أنت فيه. الناس لمّا بتاخد شقة قانون جديد في الوقت الحالي، قبل ما تخش بتنضّف المكان اللي هتقعد فيه عشان تقعد على نضافة، فما بالك بقى أنت واحد قاعد في شقة بقى لك 100 سَنة، يعني قعدت 50 ووالدك قعد 50 وعاوز تقعّد ابنك 50، ده يعني ربنا اسمه الرحمن الرحيم. ربنا اسمه الرحمن الرحيم. أنا شايفة إن لو كان في ظُلم في القانون القديم، فالظلم البَيِّن كان على المالك مش المستأجر. المالك اللي مظلوم بالعقد شريعة المتعاقدين، المالك اللي كان مظلوم بالقانون اللي أنتم مش عاجبكم إن القانون اتعدِّل، وده مش لصالح المالك على فكرة، القانون اتعدِّل آآ إن هو ينصف شيء بس ويرُد الحق لأصحابه، مهدور بقى له مئات السنين، يعني إن هم حتى يتنفّسوا والأجرة تزيد، ما حدّش طرد مالك، ما حدّش طرد مستأجر، ما حدّش قال له اطلع برّه، كل الموضوع ماشيين بخطوات القانون اللي أنتم أصلًا قاعدين بيه. ماشيين بخطوات القانون اللي أنتم كنتم بتتلاعبوا، ولو ما يعجبكوش الكلام تروحوا ترموا الأجرة في المحكمة وتيجي على يد مُحضر بالسنة ملاليم، حتى أجرة السنة ما تجيبش فرخة، أجرة سنة كاملة ما تجيبش فرخة، فلمّا الحق يرجع لأصحابه و والدنيا تحاول إن هي توزن الأمور بينها وبين نفسها، ده أنتم تحمدوا ربنا إن أنتم وأنتم في الدنيا حصل كده، بدل ما تروحوا هناك تتحاسبوا على ده. أنا شايفة إن مش كل الناس ظالمة، مش كل الناس مظلومة، في ناس في الإيجار القديم فعلًا لا تملك إن هي تجيب شقة برّه، ودول ليهم حق الأولوية تقريبًا الدولة عاملة لهم شُقق، وفي تقديم لحاجة زي كده، وفي ناس كتير، في ناس كتير عارفة ومتأكدة كويس جدًا إن هم مش على حق، يعني أنا لمّا أبقى ساكنة في فيلا ببيسين في منطقة راقية جدًا، وبادفع إيجارها آخر الشهر 50 جنيه، ادّيني عقلك، في حين إن أنا لو بِعت الفيلا ممكن تجيب 20.000.000 جنيه زي ما هي، حاطة الأرض الفيلا، ويبقى حواليها جنينة وحواليها يعني طبعًا الناس اللي عايشة في فيلا أنا ما ليش دعوة، يعني الحمد لله إن الله حليم ستّار، بس إحنا بنتكلم دلوقتي في الفنانين اللي بقى بيستغيثوا من الإيجار القديم، ودي عايشة في شقة والدتها، ودي حاضنة، ودي مطلقة، ودي مش عارفة إيه، وده بيت بابا، وده بيت ماما، حالكم حال ناس كتيرة جدًا، لكن أنتم كان معاكم كان معاكم تقدروا تجيبوا، أنتم كان معاكم تقدروا تجيبوا شقة تمليك، فاحتفظتوا بالذكريات، على فكرة إحنا ممكن نبقى قاعدين وتلاقي البيت كله بذكرياتنا بينا بعمرنا جايب أرضي.
يعني الناس قاعدة في بيوت مُهلكة جدًا عايزة تتجدد، مش عارفين نتجدد بسبب الإيجار القديم. في ناس ما معاهاش إن هي تجدد، فبيدخّلوا مقاول أو شريك أو حاجة يهد البيت ويبنيه وتبقى الشقق بالنُص، أنت تاخد شقة وأنا آخد شقة، أنت هتاخد محل وأنا آخد محل، أنت حاجات كده يعني ما أعرفش لسه في الموضوع ده والّا خلص، بس في ناس كتير مأذية، وفي ناس كتير سايقة التنبلة فعلًا، وتقدر تشتري ويقول لك وأنا أشتري ليه مثلًا شقة مثلًا ب300، 400 ألف في حين إن أنا ممكن أحط الفلوس دي في البنك تجيب لي فلوس تعيّشني مثلًا وأدفع منها الإيجار وأنا قاعد سلطان زمان، رغم إن ال300 ألف دول ما يعرفوش يشتروا شقة دلوقتي، بس وقتها كانوا مبلغ وكانوا يجيبوا أحلى شقة، ويعيّشوك أحلى عيشة وتبقى مش مستأجر. نيجي بقى للناس اللي بتبقى قاعدة كافية خيرها شرها وقاعدة سنين في المكان، سواء محل بقى، سواء شقة، سواء فيلا، سواء أيًا كان نوع العقار اللي أنت قاعد فيه، تقعد فيه بالخلو وتقعد سنين وتكون واخده من جد جدك أصلًا وفاتحه محل وكسبت وعملت منه حاجات كتيرة جدًا، وربنا وسّع عليك، وسّع على الناس، لأ ييجي طالع ممكن ياخد كل اللي دفعه طول عمره وأكتر وهو طالع عشان يسيب المحل لصاحب الملك. بيحصل والّا ما بيحصلش؟ وطبعًا الراجل آسفًا بيدفع عشان ياخد المحل. والله العظيم إحنا بنشوف مهازل، ممكن في ناس مظلومة، لكن لو 20% مظلومين من المستأجرين الإيجار القديم، في 80% ظلمة، في 80% ظلمة، وأنا باقول كده على الحالات اللي أنا شُفتها قدّامي عيني عينك. في 80% ظلمة، ومش مش الظلمة إن هُم قاعدين في شقة وبيدفعوا إيجار بسيط، لأ، الظلم في طريقة المعاملة، الظلم في طريقة إن أنت بتكلم صاحب البيت ولو هو اللي ساكن عندك، الظلم إن هو تقعد تتأخر بال5، 6 شهور على ملاليم، ولمّا تتخانق أو يرفع قضية طرد، تروح أنت رايح دافع أجرة سَنة في المحكمة، اللي هُم في الآخر هتلاقيهم 50، 60 جنيه، مش ده اللي بيحصل؟ يعني الناس سواسية، بس أنتم حتى ما بتتعاملوش مع الناس سواسية، ما بتتعاملوش مع الناس سواسية، فكان لازم هييجي يوم من الأيام سواء مع ابنك أو أبوك أو جدك أو أخوك أو أيًا كان مين اللي هيفضل، إن ربنا هينصفك ويرجع لك حقك، وأنت هترجع زي ما كنت بقى من الأول تحاول تبدأ من الصفر، أو ممكن يكون عندك أصل أنت لو قعدت 50 سنة في شقة إيجار بتدفع ملاليم وما تكونش عملت ليوم زي ده وتطلع تشتري شقة، يبقى الله لا يجعلك تعمل بقى. هتقول لي العيشة والمصاريف والدنيا غالية، طب ما هي غالية عليك وعلى التاني يعني ما شاء الله جايبة مَيّة ساقعة بالنعناع، ما هي غالية على الكل، بالعكس ده أنت اللي توفّر عنّه، أنت واحد قاعد بملاليم في ملكه، في ملكه، أنت طلعت نزلت، أنت اسمك مستأجر، في العقد اسمك مستأجر، في القانون اسمك مستأجر، في الحقيقة أنت مستأجر، لست مالكًا للعين، أنت مستأجر، والمستأجر ده مش حاجة عيب، كلنا بنأجّر وكلنا مأجّرين وكلنا ساكنين في شقق بالإيجار، واللي واخد أرض بالإيجار واللي واخد محل بالإيجار، ده مش عيب فينا، أنا قاعد في حاجة باستنفع بيها، بادفع الإيجار المكان اللي أنا قاعد فيه، ده شيء ما يقللش مني أبدًا، بس أنا في القانون اسمي مستأجر، حتى المحكمة لمّا كانت بتتكلم قالت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر. تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، اسمك حتى في العقد مستأجر، أنت بتتعامل كمالك ليه؟ إن لمّا أنت مستأجر خلاص أنا قعدت والحمد لله ربنا رضاني واتجوزت وخلّفت وعيالي كبروا واتجوزوا وما زلت عاوز بقى أورّث إن شاء الله الشقة دي لأحفادي، الإيجار لا يورّث إلا في مصر. عشان إحنا عندنا إيه، حبّة بلوي الدراع، طب ما أنا دافع خِلِو، طب ما أنت قعدت بيه، طب ما الخِلِو زمان غير الخِلِو دلوقتي، طب ما هي الإيجار ز ال ال الأُجرة زمان غير الأُجرة دلوقتي، أنا دافع وقت ما كان يشتري عمارة، كنت روح اشتري عمارة، كنت روح اشتري عمارة،
أنا ما حوشتكش إنك تشتريش عمارة، كنت روح اشتري عمارة، ما تدفعش بقى حاجة من سنة 40 وطبعًا مش أنت اللي دفعت، ده جِد جدك اللي دفع، وأنت قاعد كده مبلِّم في الخط، وقاعد بقى دي شقة أبويا، دي شقة جدي، دي شقة تيتة، وقاعد في الشقة ومتجوّز ومخلّف ومريّح بالك، والتانيين ياكلوا في بعض مش لاقيين يجوّزوا عيالهم في مكان، أصل جدي كان دافع، أصل أنا كنت دافع. العقد الإيجار اللي موجود بعد سنة 96 عقد صريح، آخره 59 سنة، الناس بتدفع فوق ال100,000 و200,000 دلوقتي، مبالغ وفي أماكن طبعًا أنتم كلّكم عارفينها، يعني ما فيش مكان كويس حد بيأجّر إيجار جديد، حتى الإيجار القديم اللي الناس دفعته في الأيام الحالية باعوا عقد من عقد لعقد، دول برضه هيطلعوا، ما لهمش دعوة، هم برضه هيطلعوا ما لهمش دعوة، فهيتطبّق عليهم برضه القانون القديم. طوّلت عليكم وسامحوني واعذروني. ممكن الواحد بينفعل شوية بس من الناس اللي هي بتتكلم بشكل يخلّي الناس الغلابة تنفُر، واللي هُم مش لاقيين فعلًا، فعلًا في ناس بتجيب قوت يومها بالعافية، والله ربنا معاهم ومعانا ومعاكم جميعًا، بس في ناس مستفزة لدرجة إن هُم الناس تطلع تقول لمّا دول ما معاهمش فلوس وما عندهمش شُقق وما اشتروش شُقق، مين اللي عنده؟ مثلًا ربنا يدّي لكل واحد العمر والصحة، بس خلاص يعني ذكرياتِك وحياتِك وخلاص وقفت على ال7 سنين اللي فاضلين، طب افرضي ربنا ادّاكِ العمر والصحة جبتِ ل100 سنة، الناس تفضل قاعدة مستنية لمّا أنتِ تموتي؟ ربنا يعني الواحد ما بيتمناش حاجة وحشة لحد والله، بس خلاص يعني ربنا اسمه رحيم. عِشتِ ذكرياتِك وحياتِك، أنا من حقي أعيش فيها قد ما أنتِ عِشتِ، ده لو عِشتهم أصلًا، ده لو عِشتهم أصلًا. ربنا يرجّع الحق لأصحابه، وربنا يرفع الظلم عن الناس، ويرخيها علينا لإن إحنا تعبنا من غلاء الأسعار والوقت والجو اللي إحنا فيه، وربنا يعدّي الأزمة دي بسلام، لإن ممكن يحصل جدًا فتنة بين الناس بسبب الموضوع ده، وإن شاء الله تعدّي على خير، وإن شاء الله ربنا يوسّع علينا وعليكم وعلى جميع الشعب المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.